موضوع السفاحين او القتله المتسلسلين الفتره دي شغلني شويه. يعني ليه السفاح سفاح، او ايه اللي يخلي السفاح ده سفاح؟ انا اسماعيل، دي قناه هيكش تفلح، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان الموضوع كبير. طب تعالوا نبدا من الاول. تعريف القاتل المتسلسل: هو الشخص اللي بيقتل 3 أشخاص او اكتر في مده شهر او اكتر، وبيكون في فتره كده في النص يعني بيهدي الجو كده ما بين كل جريمه والتانيه. ما عندهمش تعاطف، ما بيحسوش بالذنب، وفي الغالب انانيين، والصفات دي بتخلي الشخص ده عنده خلل او مرض نفسي. بس هم بيعرفوا يداروا الموضوع ده عشان يبقى شكلهم طبيعي، او ساعات احسن من الطبيعي كمان. طب تعالوا نشوف تاريخ القتله المتسلسلين. السفاحين موجودين من زمان قوي، من ايام العصور القديمه والوسطى، بس الناس كانوا بيعتبروهم بيقتلوا عشان اغراض خارقه للطبيعه، او ده كله من اعمال الوحوش او السحر. حتى القتله نفسهم لما كانوا بيتقفشوا كانوا بيقولوا لا انا بقتل عشان انا اتسحرت، او انا مستذئب. ما انا ذئب دلوقتي، معلش ممكن اعض. بس عموما السفاحين او القتله المتسلسلين ما زادوش كده غير في القرن العشرين، لما ابتدت وسائل الاعلام تركز عليهم، وهم بيحبوا الاتنشن والجو ده. والمسمى اصلا بتاع قاتل متسلسل ده ظهر في اواخر القرن ال19. اول واحد اتقال عليه قاتل متسلسل هو جاك السفاح. الراجل ده مشهور قوي، قتل 5 أو اكتر في محيط لندن. كان بياخد الستات اللي بيشتغلوا في الدعاره، يفتح بطنهم وياخد الكلى او اي اعضاء، يعني ياخد هو الكليه ويبعت للشرطه كليه عشان يستفزوها. السفاحين بيشيروا الاكل وانت داير تقول دونت شير فود، يعرة الاسوياء. حلو كده. ليه بقى القاتل المتسلسل قاتل متسلسل؟ بص، في الغالب بيكون عشان إرضاء رغبات نفسية غير طبيعية. واحد عنده مشاكل نفسية خطيرة بيحاول يطلعها في صورة قتل، بس مكتب ال FBI بيقول لك إن ممكن يكون في أسباب تانية زي الغضب، أو إن هو بيقتل عشان يسرق فلوسهم، أو إن هو بس عايز اتنشن إعلامي، وطبعا ممكن يكون دافع جنسية. والضحايا بتوعه ممكن يكون فيهم حاجات مشتركة زي العرق، اللون، الجنس، أو المظهر بشكل عام. وطبعا أهم سبب بالنسبة لي بتاع إن هم ما عندهمش أي إحساس بالتعاطف، إحساسهم بالذنب مش موجود. فقشطة يعني بالنسبة لي لا ماشي، بس ايه برضو اللي خلاهم قتلة متسلسلين؟ كتير من القتلة المتسلسلين اتعرضوا في طفولتهم لإساءة أو صدمات أو إهمال، والكلام ده طبعا بيأثر على نموهم النفسي. زي مين بقى؟ ريتشارد راميريز اللي هو نايت ستوكر. الراجل ده اتعمل عنه فيلم على نتفليكس جامد قوي، شوفوه. الراجل ده عاش في طفولته أذى نفسي وجسدي كتير جدا من أبوه. الأذى ده أثر عليه وممكن يكون سبب كبير جدا في اللي حصل لما كبر. يا عم انت خضت امي يا عم. امشي انا من هنا. انت بتعرض الاذى نفسي. انا اللي تعرضت الاذى دلوقتي. الراجل ده عمل جرائم قتل واغتصابات واعتداءات جنسيه في كاليفورنيا في الثمانينيات، قتل اكثر من 15 ضحيه. عندك مين تاني يا فندم؟ عندك ألبرت فيش. حياته وهو طفل كانت مليانه صدمات واساءات. ابوه وامه ماتوا لما كان صغير، راح دار ايتام وكانوا بيعتدوا عليه جسديا وجنسيا، واحتمال يكون كل ده اثر عليه لما كبر، ويمكن كان سبب في ميوله الساديه. كان بيقتل الناس بطريقه بشعه، وكان بياكل اللي يعجبه منهم. كان عنده اكتر من 100 ضحيه. بعد كده عندك جيفري دامر. الراجل ده برضه في فيلم، عندك في فيلم يا فندم متصور كده كانه قصه حقيقيه، يعني مبني على القصه الحقيقيه، وفي فيلم تاني تسجيلي عن الشخص ده على نتفليكس. دامر نشأ في اسره كلها توتر ومشاكل، وكان ابوه وامه متطلقين، ما كانش حد مهتم بيه خالص. وهو صغير اهله لاحظوا القسوه اللي كان بيمارسها على الحيوانات. كان بيخرج بره يصطاد اي حيوان ويفتح بطنه عشان يشوف ايه اللي جوه. ولما كبر كان بياخد الضحيه مع البيت عادي، صاحبه بتاعه، وبعدين ياخده مع البيت يقتله، وبعدين يعتدي عليه جنسيا، وبعدين كان بيقطع الجثه ويجمع العظم بتاع الجثث دي كلها في مكان واحد. طب هل في اسباب تانية تخليهم قتله؟ ممكن تشوهات في الدماغ. في دراسات كتير اتعملت لقيت ان ممكن يكون السبب في الموضوع ده تشوهات في نمو المخ او بنيته او وظيفته، فبيكون عندهم مشاكل في الانفعالات او التنظيم العاطفي والحكم الاخلاقي. طبعا مش كل الناس اللي عندهم مشاكل دي بيطلعوا سيريال كيلرز، بس ده سبب من الاسباب. زي مين بقى؟ تيد باندي. الراجل ده برضه معمول عليه فيلم على نتفليكس. الراجل ده بالمناسبه كان عالم نفس، وكان بيختار ضحاياه حسب الشكل. يا فندم عايزهم لونهم ابيض، شعرهم اصفر، فالقين شعرهم من النص كده، فارقينه من النص، ويكونوا مش متجوزين ولابسين جيب قصير. قتل 40 ضحيه بنفس الشكل ده، واغتصب شويه منهم بعد ما قتلهم. الراجل ده بعد ما اتعدم بالكهرباء عملوا له اشعه على مخه، واكتشفوا ان عنده تشوهات في مخه، واحتمال تكون كانت سبب في تصرفاته دي كلها. ريتشارد تشيس. الراجل ده كان عنده مشاكل نفسيه كتير زي الانفصام والبارانويا. كان عنده اعتقاد ان هو عنده تسمم بيحول الدم بتاعه لبودره، فيعني طبيعي يعني ان هو يشرب دم عشان يعوض الدم اللي اتحول لبودره ده يا جماعه. فكان بيقتل الضحيه ويشرب دمها. طب حد يقول لي ليه مفيش سفاحين
سفاحين ستات يا جماعه، هم نسبتهم اقل بكتير من السيريال كيلرز الرجاله، تقريبا نسبتهم من 10 ل 15% من القتله المتسلسلين بشكل عام. زي مين؟ ايلين وولنس، دي من اشهر السفاحات في التاريخ. دي كانت بتاخد ضحاياها البيت عشان تعمل معاهم علاقه وبعدين تقتلهم. قتلت 7 في سنتين وكانت بتدفنهم في الغابه، بس هم لقوا جثتين بس. بعد كده عندك في بيلي جونيس، امريكيه نرويجيه، كانت بتغوي الرجاله وتاخدهم في المزرعه وتقتلهم. قتلت حوالي 14 راجل. ماتت في حريق، وفي ناس بتقول او في كلام بيتقال ان الست دي ما ماتتش في الحريق ده وانها زيفت موتها. جين توبان دي كانت ممرضه ملاك رحمه، كانت بتدي العيانين في بيوتهم كممرضه افيون ومورفين عشان يموتوا وتسرقهم. قتلت 40 ضحيه. طب معلش ماشي يا سيدي، في رجاله وستات، ليه ما فيش قتله متسلسلين عرب؟ لا في اصبر. محمد ادم عمر، سفاح صنعاء. الراجل ده كان بيشتغل في غسيل الاموات في السودان، وبعدين راح اليمن يشتغل في مشرحه، وكان معروف هناك ان هو راجل بيساعد الطلاب في ان هم مثلا بيجيب لهم اعضاء يشرحوها يعملوها للتشريح عشان الدراسه. طالبه اسمها زينب راحت له عشان محتاجه جمجمه قبل الامتحان، قتلها وقطعها. بس زينب كانت قايله لصاحبتها قبل ما تروح له، ومن هنا اتعرف ان هو اللي قتلها. بعد التحقيق عرفوا ان هو كان قاتل اكتر من 51 ضحيه في اليمن والاردن ولبنان والكويت. بعد كده عندك في سفاح مشهور اسمه عبد العاطي الحاضي، جزار تارودانت، قتل 9 اطفال من سن 11 ل 16 سنه في المغرب. عندك التوربيني، كان بياخد الاطفال في القطر من فوق وهو ماشي عشان يفرجهم على المنظر من فوق، وبعدين بيغتصبهم تحت التهديد فوق القطر، وبعدين يرميهم من فوق فيموتوا. الراجل ده قتل 32 ضحيه، وفي ناس بتقول 36 ضحيه. طبعا في سفاحين عرب كتير بس عشان وقت الحلقه. بس كده، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وقولوا لي لو عايزين نتكلم في اي حاجه تانية في الكومنتس تحت.